حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هنتكلم عن الليميتس بس في التريك فانكشن. فانا عشان انا جدع مش هقول لك روح راجع التريك، هنراجعه سوا دلوقتي ماشي. هبص عليه بس بصه بسيطه كده واقول لك اللي محتاجينه عشان لما نيجي نشوف بقى الليميت يبقى الموضوع بسيط. تمام. طيب، انا قلت لك في التريك ان انت معاك يونت سيركل اهي اللي انا زهقتك بيها انا عارف. فعشان السرعه كده وننجز الموضوع ده هنقول ان دي كانت اكس ودي واي. فهتلاقي ان قواعد التريجر كلها جت من اليونت سيركل ان انت معاك اكس سكوير زائد الواي سكوير بيكوال 1. فهتلاقي ان كوزين سكوير سيتا عشان الاكس بكوزين سيتا. خلاص تقريبا انا قلتها برضو الفيديو اللي فات، فبلس ساين سكوير سيتا او الفيديو اللي قبل اللي فات حاجه كده. المهم فده بيساوي 1. فدي اول قاعده في التريك. القاعده دي خلي بالك ممكن ما تلاقيهاش على الشكل ده، ممكن تلاقيها على اي شكل. تلاقي ان كوزين سكوير سيتا مثلا بتساوي 1 ماينس ساين سكوير سيتا، أو بتلاقي إن ساين سكوير سيتا بتلاقيها 1 ماينس كوزين سكوير سيتا عادي خالص. بل وكمان أنت ممكن تفكها فرق بين مربعين اللي هو إيه؟ اللي هو 1 ماينس ساين سيتا مضروب في 1 بلس ساين سيتا. ماشي؟ أهي. ومعاك هنا برضو نفس الكلام، هتقول هنا 1 ماينس كوزين سيتا وهنا معاك 1 بلس كوزين سيتا. تمام كده؟ طيب ادي كده اول شكل. بقول لك ان اول شكل ده انت ممكن تروح تخليه شكل تاني، انك تروح تقسم على كوزين سكوير. فهنقسم على كوزين سكوير ونشوف ايه اللي هيحصل. وبتلاقي ان الاتنين دول كونجوجيت لبعض، دول كونجوجيت لبعض ودول كونجوجيت لبعض وهكذا. اقسم كده على كوزين سكوير تطلع القانون التاني. تلاقي ان ايه؟ ان 1 بلس تاني سكوير سيتا يديك ايه؟ سيك سكوير سيتا. فممكن تقول ان هو 1 بيساوي سيك سكوير سيتا ماينس تاني سكوير سيتا. وهنا ممكن تفكها فرق بين مربعين. تمام، تقول ان هي سيك سيتا ماينس تان ومعاك سيك بلس تان. خلاص طيب. وبرضو منها القانون التالت، لو رحت قسمت على ساين سكوير فهتلاقي معاك ساين سكوير يبقى هنا كوتان سكوير سيتا زائد واحد بيساوي كوسيك سكوير سيتا. فبالتالي كان ممكن تودي كوتان الناحية التانية وتقول إن كوسيك سكوير ماينس كوتان سكوير بون. أدي أول تلاتة. اللي بعدهم الدبل أنجل مهمين. أدي ساين تو سيتا، أو خلينا الأول في الإيه، في الأديشن عشان الموضوع يبقى حلو. هقول لك ساين مثلا A بلس B، أو خليها ماشي تمام. فهتقول هنا إيه؟ تقول كده دي معاك ساين A كوساين B ماشي. بعد كده بلس ماينس نفس الإشارة زي ما هي كوساين A ساين B. تمام. طيب معاك برضو لو قلت لك كوساين A بلس اور ماينس B، فدي عشان ايفن فانكشن زي ما قلنا قبل كده بيبقى الاتنين دول زي بعض. يعني انت اللي هنا دول زي بعض، يعني كوساين A مثلا هتلاقي كوساين B نفس الكوساين، عشان لازما ايفن فانكشن تبقى دول زي بعض اكنها ايفن في ايفن. تمام. طيب بلس، البلس تبقى ماينس والماينس تبقى بلس فعكستهم، وهنا تبقى ساين A ساين B. تمام كده. طيب ولو قلت لك بقى تان، فلو قلت لك تان A بلس اور ماينس B هتلاقي ان هي بتساوي تان الاولانية بلس اور ماينس تان التانية. ماشي. وهنا 1 ماينس بلس، عكست الاشارة برضو هنا وهنا حاجتين بس اعرفهم. ماشي. وهنا تان A مضروبة في تان B. حلو اوي. تعالى بعد كده نشوف الزاوية بقى. الزاوية هتجيبها من القوانين اللي فوق دي، فهتقول ساين 2 سيتا، فهتكتبها ساين سيتا زائد سيتا زي ما احنا قلنا. فهتلاقي ان هي ساين سيتا كوساين سيتا بلس ساين سيتا كوساين سيتا، فبقت 2 ساين سيتا كوساين سيتا. ماشي. فبعد كده معاك الكوساين 2 سيتا، الكلام ده كله هنحتاجه في الليميت دلوقتي. فدي عبارة عن ايه؟ استخدم ده، يبقى كوساين سيتا كوساين سيتا كوساين سكوير سيتا ماينس ساين سكوير سيتا. هتستخدم القانون الاولاني بتاع ساين سكوير بلس كوساين سكوير، فهتلاقي ان ليها شكلين كمان. ده هيديك شكلين كمان، وده انت ممكن تفكه. يعني ده كده
ممكن تقول ان كوزين سكوير سيتا ماينس ساين سكوير سيتا فرق بين مربعين، فدي ممكن تكتبها كده كوزين سيتا ماينس ساين سيتا مضروبة في كوزين سيتا بلس ساين سيتا. تمام. طيب برضو الشكل التانيين عبارة عن ايه؟ لما هتستخدم القانون الاولاني خالص بتاع ساين سكوير بلس كوزين سكوير ايكوال 1، هتلاقي ده عبارة عن 2 كوزين سكوير سيتا ماينس 1، وهنا 1 ماينس 2 ساين سكوير سيتا. ومنهم جه فكرة الهاف انجل. الهاف انجل هتعمل ايه؟ خلي 2 سيتا بألفا، فهتلاقي ان السيتا بقت ألفا على 2، فبقى معاك دبل انجل، والسكوير ده هيروح الناحية التانية بروت. خلاص دي قلناها قبل كده. فده اعتقد ده اللي محتاجه، مش محتاج حاجة تانية. الهاف انجل دبل انجل الكلام ده كله. تعال نشوف التان. لو قلت لك تان سيتا زائد سيتا، فهنا كنا بنقول ايه؟ هنا تان سيتا بلس سيتا يبقى 2 تان سيتا على 1 ماينس تان سيتا تان سيتا 1 ماينس تان سكوير سيتا. فهنا هنقول اهو 2 تان سيتا على 1 ماينس تان سكوير ايه سيتا. وطبعا عارف المقلوبات بتاعتهم، مقلوب السيك والكوسيك والكوتان، كل الكلام ده قلناه. فاخر حته بس عايزك تعرفها، وهي هنستخدمها جدا في الليميت، ايه هي؟ الفرق بين الراديان والديجري. مشكلتنا هنا كلها لو انا قلت لك انا عايز اعوض ليميت والاكس مثلا كانت بباي على الاتنين، وجيت قلت لك هنا انا بكلمك في اكس ساين اكس، فهتيجي تقول لي هنا انا عارف ان الباي ب 3.14 او هي بشويه كسور كده، او هي ب 22 على 7، يعني هي بشويه ارقام بعد الايه الاربعه دي، بس ماشي المهم. او ممكن حد يجي يقول لي الباي ب 180، طب هي مين فيهم؟ هقول لك ان فعلا هو ده موجود وده موجود، بس الفكره هنا انت جوه الساين بتستخدم زوايا بالديجري، بتستخدم زوايا ديجري مش زوايا راديان. فهتلاقي ان الاكس القيمه اللي جوه دي قيمه بالديجري، الاكس اللي بره دي هنعملها ان هي قيمه بالراديان. خلاص. فانت هنا هو مدالك راديان، فتبقى فاهم ان انت بتعوض هنا الاكس بالراديان عادي، لكن ساين 90 مش ساين باي اوفر 2. فانت لو بتعوض بدماغك انت فاهم، على الاله مش فاهمه. الاله يا اما تظبطها على الديجري، خلاص هنعمل فيديو لوحده على الاله نحل فيه بقى الفانكشن والليميت والديريفيتيف كل حاجه. فانت هنا الاكس يا اما تعملها جوه الاله، يا اما تحددها ديجري، يا اما تحددها راديان، وفي كمان الجراديان، في 3 حاجات. الفكره هنا احنا قسمنا، واحد قسم الدايره قال لك بدل ما نقسمها ل 360 درجه اللي هي الديجري، واحد قال لك هقسمها 100، فلما اقسمها 100 ده الجراديان. فالجراديان محدش بيستخدمه، بنستخدم يا اما الديجري يا اما الراديان. طيب احول ازاي؟ قلناها قبل كده، الديجري عشان يروح للراديان والراديان عشان يروح للديجري. تعمل ايه؟ عايز اتخلص من الديجري يبقى اقسم على 180 اضرب في باي، عايز اتخلص من الراديان اقسم على باي اضرب في 180 بس. فدي كل العمليه عشان هنا انت لما تعوض تبقى عارف ان الاكس دي اكن دي كده حلها تبقى ايه؟ دي كده حلها باي على الاتنين، وساين اكس تبقى ساين باي على الاتنين اللي هي ساين 90 بواحد، فده خلاص بواحد. ماشي. نفس الكلام لو قلت لك ايه مثلا، لو قلت لك اكس تان اكس، لو قلت لك مثلا تان اكس على اكس، هقول لك تان اكس على اكس وعوض لي بالاكس باي على 4. هقول لك ليميت لما الاكس تروح لباي على 4، فهنا هتقول لي تان باي على 4 ل 45 بواحد على باي على 4 اللي هي الراديان عادي، فتبقى 4 على باي، وهكذا. تمام كده. طيب فتعالى بقى نتكلم في ايه، في الكلام المهم. اول حاجه الموضوع هنا في الليميتس في التريج جه ازاي؟ هقول لك الموضوع بدأ اول واحده لو انا قلت لك ليميت اكس ابروشز تو زيرو تندس تو زيرو لساين اكس اوفر اكس، فانا هاجي اتعامل بنفس الكلام. ممكن حد يجي من ناحيه تانية يقول لي طب ما تيجي نشوف الرسمه بتاعت دي، وممكن واحد على التليفون برنامج رسم اي برنامج هيقول لي ايه الرسمه بتاعت دي عامله كده. بص، تكتشف ان انت لما تعوض بزيرو راديان او ديجري بيبقى ساين زيرو اوفر زيرو. خلاص. هنا انا هقول له ايه؟ هقول له الاكس بزيرو دي، واعتبر ان الاكس بالايه بالراديان عشان ما نلخبطوش. خلاص ماشي. فهنا لما تعوض ساين زيرو بزيرو على زيرو، فزيرو اوفر زيرو، نفس المشاكل اللي فاتت. طيب
هتلاقي ان هي رسمتها عامله كده، حاجه قريبه للساين اكس، بس هي ايه جايه من هنا مثلا كده بالمنظر ده. وهتلاقي لما تعوض بزيرو في مشكله، هنا في اوبن سيركل، الاوبن سيركل دي عند الواحد. خلاص. بس فانا هعتبر نفسي مش عارف الحته دي، واروح اعمل الحركه بتاعت زمان اللي هي من فيديو بس بالظبط، مش زمان ولا حاجه يعني. ماشي. هتعمل جدول كده وتحط هنا معاك الاكس والاف اوف اكس. فهنا هنيجي نعمل ايه؟ هنحط الزيرو كده في النص. ماشي، الحاجه اللي هنعوض بيها. وهنيجي نشوف من ناحيه اليمين عامله ازاي، ومن ناحيه الشمال عامله ازاي برضو. فهنيجي هنا لو جربت مثلا تعوض، خلينا بايه؟ بارقام قبل الزيرو، خلينا مثلا بنيجاتيف باي اوفر 2، وبعد كده نيجاتيف باي اوفر مثلا 3. خلاص. بعد كده نيجاتيف باي اوفر 6، وخلينا هنا بنفس الكلام، خلينا هنا باي برضه اوفر 6، وهنا باي اوفر 3، وهنا باي اوفر 2. ماشي كده. الباي اوفر 2 هتلاقي ان دي بقت ساين باي اوفر 2 ب 1، وهنا تبقى 2 اوفر باي، يعني 2 على 3 و4. فالمهم ان انت هتلاقي نفس الكلام اللي بيحصل. انت شوف بقى الكلام ده على الآلة دي، هتلاقيها 2 على باي. خلاص. يعني رقم قريب لايه؟ رقم قريب حاجه 0 بوينت حاجه. فالمهم انت هتجرب هنا تعوض وهتعوض هنا، فهتلاقي ان انت عمال برضو تقرب من ناحيه الشمال ومن ناحيه اليمين للواحد. فهتلاقي اللي حاصل هو الشكل اللي انا حكيته لك هنا، ان انت هتلاقي الرسمه عامله كده، وهو بيقرب من ناحيه الشمال للواحد ومن ناحيه اليمين للواحد. طيب حاجه زي كده نتعامل معاها ازاي؟ الفكره ان ده رول، يعني دي كده اول رول تكون عارفها. فتعالى كده بقى، فنيجي بقى الاول رول اللي في التريج، ان انت هتقول ان ليميت اكس راح للزيرو لساين اكس على اكس بيساوي 1. ودي كده هي أول فكرة، ومنها جاي بقية الأفكار التانية. إن أنت مثلا هتلاقي بعد كده لو أنا بقول لك ليميت إكس راح للزيرو وجربت أقسم على كوزين إكس، فهتلاقي إيه اللي حاصل لو أنا قسمت هنا على كوزين وقسمت هنا على كوزين. ماشي. فهنا دي هتبقى تان. خلاص. وهنا إكس لما تقسم هنا على كوزين هتبقى مضروبة في إيه؟ يعني دي أكنها هتطلع فوق. فاهم القصد؟ يعني دي أكنها مقسوم على كوزين إكس فهتطلع فوق. ماشي. فيبقى هنا معاك الإكس وهنا معاك الكوزين. فانت عارف ان الليميت ممكن يتوزع ضرب، فانت هتيجي توزعه على الحته دي وتوزعه على الحته دي، فهتلاقي كوزين 0 ب1، فدي كده هتروح ب1. فتكتشف ان هي الحته دي كلها بواحد، اللي انت ايه غيرت في شكل السؤال بس، او غيرت في شكل المساله عموما، بس خليتها تاني اكس على اكس، هي ساين اكس على اكس. لما الاكس تابروتش للزيرو فهتلاقيها برضو بايه؟ واحد. طيب فتعالى بعد كده بقى نبص على كام حاجه شبه الكلام ده. لو قلت لك مثلا معاك ليميت الاكس راح للايه، او خليها راح للزيرو، وبقول لك هنا ساين اي اكس، والاي اكس دي هي الزاويه بتاعتك، وهنا على بي اكس. فهنا الموضوع بسيط، انت هنا كل اللي هتعمله انك هتطلع البي دي الاول بره، فيبقى كده واحد على بي، وهنا يبقى ايه؟ يبقى ليميت اكس راح للزيرو، وهنا معاك ساين اي اكس على اكس. فبعد كده هقول لك احنا ممكن نعمل ايه. احنا ممكن نضرب في ايه تحت ونضرب في ايه فوق. فهتلاقي ان كده اللي فوق، الزاويه اللي فوق فليكن الزاويه دي اللي هي اسمها زد مثلا. خلاص اهي، هي الزاويه اللي تحت دي اسمها زد. وانا كده كده كنت قايل لك ان كله ايه؟ بالراديان. اللي ناقصني هنا ان انت معاك الاكس بتروح للزيرو، مش الزد بتروح للزيرو. طب ازاي اخليها زد؟ اضرب في ايه؟ يبقى اضرب في ايه هنا واضرب في ايه هنا، فايه في زيرو اصبحت زيرو، فاكنها زد راح للزيرو. فده بقى كله برضه بواحد. بس خلي بالك انت كان معاك بره ايه على بي، فهتلاقي ده كله في الاخر واحد في ايه على بي، هتلاقي ايه على بي. فمن الاول كده على طول تعرف ان انا لو جبت لك حاجه على الشكل ده، بتكون الزاويه الحاجه اللي قدام الاكس جوه الزاويه اهي على الحاجه اللي قدام الاكس تحت. ماشي. طيب تعال ناخد مثال على الكلام ده. لو انا قلت لك ليميت الاكس راح للزيرو لساين 2 اكس على 3 اكس، فهنا هتيجي عادي هتطبق نفس الفكره، فهتقول ان هي ايه؟ ان هي هنا 2 اوفر 3. ماشي. طيب لو جيت قلت لك بعد كده معاك ليميت
الإكس راح للزيرو ل6 إكس أوفر ساين 5 إكس. فهنا هو القانون مش مقلوب ولا حاجة، هي يعني انت لو كنت اتكلمت هنا قلت ساين اكس على اكس ب1 اهو، لو قلت لي ليميت اكس راح للزيرو لساين اكس على اكس، فانت لو قلبتها مفيش اي مشكلة، يعني كده كده هي دي اصلا بتفضل بواحد، فانت لو خليتها ايه، خليتها اكس على ساين اكس هتفضل برضو بواحد، مفيش اي حاجة خلاص، لان هي كده كده بالمعنى الحرفي ان هي لو انت عوضت بالزيرو جوه من الرسمة هنا هتلاقي ان لما اعوض بالزيرو اصلا جوه الفانكشن دي عموما جوه الشكل ده undefined مش موجوده، لكن لما اعوض الليميت لما الاكس تقرب للزيرو هتلاقيها بتقرب للواحد، فهي الفانكشن دي ومقلوبها يعني دي ومقلوبها هي، فهتيجي هنا هتقول دي عباره عن 6 على 5 6 اوفر 5 ماشي. طيب تعالى بعد كده لو قلت لك حاجه زي كده، معاك ليميت اكس راح للزيرو ل 3 تان 4 اكس اوفر 6 اكس، فانت فاهم من التان بقى، انت مجرد ان التلاته دي تطلع بره رقم كونستانت عادي خالص اهو، بعد كده هتحل بقى الليميت ده، فالليميت ده لما تيجي تحله هي تان 4 اكس على 6 اكس يبقى 4 على 6، فهتلاقي 3 على 6 بنص ماشي، فنص في 4 يبقى ب2. طيب تعالى اللي بعده، لو قلت لك معاك ليميت اكس راح للزيرو لتان اكس على ساين 2 اكس، فممكن هنا حد يحلها بطريقتين. اول طريقه يقول لك ان ساين 2 اكس هي عباره عن 2 ساين اكس كوزاين اكس اهي ماشي، وبعد كده ممكن يجي يفك يقول لك ايه، يقول لك انا ممكن افك التان اكس دي تبقى عباره عن ساين اكس على كوزاين اكس، فالموضوع هنا ممكن يبقى بسيط خالص، انت ممكن تشيل الساين دي مع الساين دي، وهنا معاك كوزاين تحت وفي اصلا 2 كوزاين تحت، فيبقى في نص كوزاين سكوير تحت، فهتعوض بزيرو هيبقى كوزاين زيرو اصلا ب1، فيبقى تحت معاك هاف. يعني تعالى تاني كده نقولها، انت هتلاقي الساين راحت مع الساين فبقى معاك 1 اوفر 2 كوزاين تحت وفي كوزاين تاني يبقى كوزاين سكوير، هتعوض بزيرو كوزاين زيرو ب1 فيبقى ده بهاف. مش ده الحل اللي انا متوقعه منك، الحل اللي انا متوقعه انك تقسم على اكس من ناحيتين، انك تعمل ايه، تقول ليميت اكس راح للزيرو واروح اقسم هنا على اكس وهنا على اكس، فالاقيها تان اكس على اكس والاقيها هنا ساين 2 اكس على اكس، فهلاقي ان تان اكس على اكس ده القانون يطلع بواحد، هلاقي ساين 2 اكس على اكس ده القانون يطلع باتنين، فلاقي ان انا قسمت واحد على الاتنين فيطلع بايه، بنص. تمام كده. طيب تعالى اللي بعده، بقول لك ليميت الاكس راح للزيرو لتان سكوير 2 اكس على اكس سكوير، فانا هنا في شكل زي ده هستغل الحركه اللي هي بتاعت ايه، الليميت لما يخش على الباور، انا قلت لك كده قبل كده الليميت ممكن يخش على الباور ما ياثرش فيه، فدي انا ممكن اكتبها ازاي، اكتبها ليميت ان الاكس راح للزيرو وهنا اعمل هنا اكس وتعمل هنا تاني 2 اكس، خلي بالك لما يكون السكوير بالمنظر ده دي معناها كده، معناها ان هي تان 2 اكس عليها كلها سكوير، مش معناها المنظر التاني اللي هو تان 2 اكس على الحته دي سكوير، لا غلط خلي بالك، فهتلاقي ان ده كله معمول له سكوير. طب ما ندخل الليميت جوه، دخل الليميت جوه واعمل ده كله سكوير، فده هيبقى معاك باتنين وهتعمل له سكوير، يعني دي كده باتنين الحته دي بس، دي باتنين ودي بواحد فيبقى ايه اتنين، وتعملها سكوير تبقى 4 ماشي. طيب تعالى اللي بعده، لو قلت لك معاك ليميت الاكس راح للزيرو لساين 3 اكس سكوير كوزاين اكس سكوير على 5 اكس سكوير، خلاص. طيب حاجة زي كده نحلها ازاي، هقول لك ان الليميت ممكن يتوزع ضرب، فهقول لك بعد كده ان انت معاك كده ممكن تقول ليميت الاكس راح للزيرو وهنا معاك كده 5 اكس سكوير وهنا معاك ساين 3 اكس سكوير ماشي، مضروبة في ليميت
لما الاكس تروح للزيرو لكوزين 5 اكس سكوير. فالفكرة هنا بسيطة. الفكرة هنا إن أنت بتقول الإكس راح للزيرو وأنت كله معاك في الإكس سكوير. طب ما تقول كده إن أنت هتضرب في الإكس في الطرفين، يبقى قول برضو إن إكس سكوير لازالت راح للزيرو. فأصبح معاك ده لو أنت سميت إكس سكوير دي سميتها تي راح للزيرو، فأكن ده بتي وأكن ده بتي، هو نفس القانون. بقول لك ساين 3 تي على 5 تي، يبقى ده كده 3 على 5. وهتلاقي هنا نفس الحركة برضو، هتضرب في إكس يبقى إكس سكوير راح للزيرو، وكده كده كوزين زيرو بوان، فهتلاقي ده كله راح بإيه؟ واحد. فهنا الإجابة 3 على 5. ماشي؟ تعالى اللي بعده. بقول لك ليميت إكس راح للزيرو، وهنا معاك 3 إكس ماينس 4 ساين إكس على 4 إكس بلس 3 10 إكس. طيب حاجة زي كده نعملها إزاي؟ أنت هنا بتقول إن الإكس راح للزيرو، فإحنا ممكن نقسم اللي فوق على اللي تحت. تعالى كده نشوف الموضوع ده. لو انا قسمت اللي فوق على اللي تحت، يبقى انا اقول مثلا ايه؟ هقول معايا كده ال 3 اكس ماينس 4 ساين اكس على 4 اكس بلس 3 تان اكس، واخلي نيجاتيف 4 ساين اكس الناحيه التانيه. او ممكن اعمل حل تاني، ممكن اروح اقسم على اكس. لو قسمت على اكس في الايه، في اللي فوق واللي تحت، تبقى اللي فوق معايا بالشكل ده، يبقى هنا 3 اكس على اكس ماينس، انت قسمت على كل المساله بقى، فانت هتقسم على اللي فوق وعلى اللي تحت، يبقى هنا ماينس 4 ساين اكس على اكس، وهنا معاك 4 اكس على اكس خلاص اهي، بعد كده بلس 3 تان اكس على اكس. تمام. طيب فهنا هتقول ايه؟ الاكس دي هتروح مع الاكس دي، والاكس دي هتروح مع الاكس دي، يبقى لك هنا 3 وهنا 4. ماشي. 4 ساين اكس على اكس دي بواحد عشان تحت الليميت. الليميت ده بقى خلي بالك هيخش بقى ايه؟ هيخش هنا فوق وتحت اسمه، وهيخش على دي وهيخش على دي، هيخش على كل حاجة. تمام. طيب فدي واحد، يبقى هنا في الاخر اللي فوق معاك 3 ناقص 4، واللي تحت بقى معاك 4، وهنا دي برضو بواحد، فهتلاقي دي 4 زائد 3، فهيطلع معاك هنا سالب 1 على 7. ماشي كده؟ طيب تعالى اللي بعده. نيجي للسؤال ده بقى، بقول لك ليميت اكس رايح للزيرو، ومعاك هنا 4، أو معاك هنا اكس سكوير تحت 4 اكس سكوير، وهنا زائد 5 تان باور 3 سكوير 3 اكس، وماينس ساين سكوير اكس. ماشي. حاجة زي كده نعملها ازاي؟ انت هنا برضه هتروح تقسم على اكس سكوير خلاص، عشان تستخدم الرول. يعني هي كل الفكرة في حتة ساين اكس على اكس او تان اكس على اكس. وهقول برضه ان هنا ان الاكس سكوير هي كمان رايحة للزيرو، مش مشكلة. ماشي. طيب فنيجي هنا اكس سكوير على اكس سكوير، تمام. بعد كده بلس الفايف تان سكوير 3 اكس على اكس سكوير، وهنا معاك 4 اكس سكوير على اكس سكوير، بعد كده ماينس ساين سكوير اكس على اكس سكوير. فهنا هتلاقي دي راحت مع دي، كده كده ده واحد، وده راح مع ده، يبقى لك 4. فهنا كأنها ايه؟ تحت هنا معاك 4 اهو، وهنا واحد، بعد كده بلس وهنا ماينس. الليميت لما يجي يخش هيخش على كل ده، يخش على اللي فوق وعلى اللي تحت، وهيخش على الحتة دي كمان وعلى دي. طيب لما يخش هنا هتلاقي 5 تان سكوير 3 اكس على تان اكس سكوير أو على اكس سكوير. الحتة دي كده أكنك عملت ايه؟ تعال نحلها لوحدها. هتقول هنا ليميت اهو، انا بقول لك اكس سكوير ابروتش للزيرو على طول خلاص. او هنا هي مش هتفرق، ملهاش فايده ان انت تقول لها تقول السكوير. انت ممكن هنا تعمل ايه؟ تاخد الكلام ده كله ترفعه الباور 2، بعد كده تحل الليميت، بعد كده ترجع الباور. فانت طلع بس الخمسه بره اهي، وده هيبقى كده، يبقى تان 3 اكس، ودي من غير السكوير، على اكس، وكل ده معمول له سكوير. فهنا السكوير عادي ممكن يتوزع على التان هنا، مش بره، او مش على الاكس يعني قصدي، ويتوزع على الاكس هنا. تمام. فانت هنا تقول اكس ابروتش للزيرو، فكل الكلام ده يطلع بايه؟ 3 على 1 يبقى 3، 3 سكوير ب9، يبقى هنا معاك 9 في 5. خلاص، يبقى الحتة دي اهي 9 في 5.
طيب بعد كده الجزء ده عبارة عن ساين سكوير اكس على اكس سكوير، نفس الحركة بالظبط. اعمله كله اكنه باور 2 الأول، وشيل الباورات من هنا، خد لها الليميت تبقى بواحد، واحد سكوير بواحد، يبقى هنا ماينس 1. فهتلاقي دي كده 46 على التلاتة. خلاص بس. فتعالى نشوف اللي بعده. اللي بعده بقى بقول لك لو انت، فكرة هنا جديدة، بقول لك لو انت معاك ليميت اكس راح للزيرو، وهنا معاك 1 ماينس كوزاين اكس على اكس. فالفكرة هنا، هي الفكرة دي جاية منين عموما؟ الحتة دي عشان نحلها محتاجين ان احنا نضرب هنا في واحد زائد كوزاين اكس، اكني بضرب في الكونجيجيت، وهنا هقسم على واحد زائد كوزاين اكس. خلاص كده احنا مغيرناش في شكل ايه السؤال. فهقول ليميت الاكس راح للزيرو، ومعاك هنا 1 ماينس كوزاين في 1 بلس كوزاين، ده فرق بين مربعين، فيبقى 1 ماينس كوزاين سكوير يطلع بساين سكوير. ساين سكوير اكس ماشي على اكس مضروبة في واحد زائد كوزاين اكس. ممكن تعمل ايه هنا؟ احاول اوصل دي لسكوير هي الاخرى. طيب فممكن تعملها ازاي؟ ممكن اروح اقول كده، اقول دي ليميت الاكس راح للزيرو، ومعاك كده معاك ساين سكوير للاكس، وهنا اكس، ودي عبارة عن واحد زائد كوزاين اكس تحت. فلو انا ضربت في اكس وقسمت على اكس يبقى مغيرتش السؤال، يبقى هضرب هنا في اكس وهقسم هنا على اكس، يبقى دي تبقى سكوير بس. فهتلاقي ده الشكل اللي احنا عارفينه ده بواحد لما اعوض بالليميت. طيب ده اكس هنا بزيرو، وتحت واحد زائد كوزاين زيرو، كوزاين زيرو بون، يبقى هنا تو، فده يبقى كده كده ايه بزيرو بس. وعلى فكرة ده دي مش سؤال او مش مسألة، دي حتة كده رول. تمام، يعني هتقول كده ليميت لما الاكس تروح للزيرو لايه، ل 1 ماينس كوزاين اكس على اكس، ده في الاخر بيطلع بزيرو. تمام كده. طيب برضو ممكن نقول ان ليميت اكس لما تروح للزيرو 1 ماينس كوزاين اكس على اكس سكوير بيطلع بكام؟ بيطلع بهاف. طب دي كانت ازاي؟ هتروح برضو ترول ايه، هضرب فوق وتحت في 1 بلس كوزاين اكس، فهتلاقي اللي فوق بقت ايه، تبقى ساين سكوير اكس، ومعاك هنا اكس سكوير ماشي، ومعاك تحت برضو 1 زائد كوزاين اكس. خلاص طيب، فهتلاقي دي راحت مع الليميت، ليميت ساين اكس على اكس او ساين تي على تي. خلاص، لما هنا تقول ايه، اكن هنا الاكس سكوير ابروتش الزيرو يعني، يطلع ب 1. وبعد كده هنا معاك 1، وهنا 1 بلس ايه كوزاين زيرو ب 1، فهنا يبقى 1 اوفر 2، وهو ده ايه الاجابه اهي. ماشي. طيب نيجي بعد كده، لو انا قلت لك معاك مثلا ليميت، خليها هنا نقول اكس رايحة للتلاتة، وبعد كده معاك ساين 3 اكس ناقص 9 على اكس ناقص 3. ماشي. طيب فهنيجي في حاجة زي كده، هنقول بقى هنا ايه، انت هنا انت ممكن تاخد التلاتة كومون فاكتور، يبقى معاك هنا ساين 3، وتاخد تبقى اكس ناقص 3 لما خدت 3 كومون فاكتور من الاتنين، والتلاتة دي خلي بالك جوه الزاوية ها، ماشي، على اكس ناقص 3. فهنا هو بيقول لي اصلا ليميت اكس راح للتلاتة، فممكن اكتبها كده ليميت اكس ناقص 3 راح للزيرو، يبقى انا كده مطبق القانون كل حاجة فيه. لكن دي مثلا اسمها تي، فبقول لك ان دي الحتة دي بتي والحتة دي بتي، فبقول لك ساين 3 تي على تي لما التي تروح للزيرو، فهي دي اكنها ايه ب3. ماشي. بس تعالى اللي بعده، لو قلت لك هنا معاك 3 اكس كوتان 6 اكس. خلاص وأقول لك ليميت، ممكن نقول هنا مثلا ايه اكس راح للزيرو مثلا، فهنا عادي هتقول ايه، هتقول ان دي عبارة عن الكوتان اكس خليها واحد على تان اكس، فخليها 3 اكس على تان تحت اهي 6 اكس، وهنا دي ليميت عادي لما اكس تروح للزيرو، فهتلاقي ده الشكل اللي احنا عارفينه برضو مغيرناش، هتلاقي ان هو 3 على 6 فيطلع بنص. مش مشكلة. ماشي. لو جينا بقى جددنا شوية،
طب يلا بقى نيجي للسؤالين دول. فأول سؤال هنا بيقول لك ليميت اكس ابروتش للباي اوفر 2 كوزاين باي اوفر 2 ماينس اكس اوفر اكس. ممكن حد هنا يفكر يقول لك ايه، يقول لك تعالى نعمل الاول الكوزاين باي اوفر 2 ماينس اكس نخليها ساين، تبقى ساين اكس اوفر اكس. وانت عندك ان اكس ابروتش للباي اوفر 2، المشكله في الرول اللي معاك ان هي الاكس ابروتش للزيرو. خلاص. مش الشكل اللي انت وصلت له، خلي بالك يعني ما تعملش الحركه دي وتروح تقول لما اعوض هنا باي اوفر 2 يطلع لي بواحد. لا، انت المفروض ليميت اكس ابروتش للزيرو. طيب فشيل بقى الكلام ده كله. وانت هنا خلي بالك انت نسيت حاجه، انت نسيت انك تعوض. لو انت عوضت هنا هتلاقي ان هي كوزاين باي اوفر 2 ماينس باي اوفر 2. كل ده جوه ايه الزاويه، ماشي، على الاكس اللي هي باي اوفر 2. مفيش اي مشكله هنا. انت لو عوضت وكان طلع صفر على صفر او انفينيتي على انفينيتي، اي حاجه من الايه، من الانديترمايند فورم او القيمه اللي هي الغير محدده، خلاص ماشي، كنت هتقول ايه احلها بالطرق الالجبريك وعوض وترج والكلام ده. لكن هنا الموضوع بسيط، تمام. فهنا هتلاقي ان دي كوزاين زيرو، يعني ده بزيرو، كوزاين زيرو ب1، 1 اوفر باي اوفر 2. خلاص، فهتلاقي ان هي ايه، بقت 2 على باي. تمام كده. طيب تعالى هنا بيقول لك ليميت اكس ابروتش للباي تان اكس على باي ماينس اكس. فهنا انا هفكر الاول اشوف الشكل ده عامل ازاي. يعني بص احنا ممكن نعمل ايه، انت ممكن تخليها اكس ماينس باي ابروتش للزيرو. فاصبح كده اكس ماينس باي ابروتش للزيرو، بس دي باي ماينس اكس. طب ما احنا ممكن نقلبهم، خليها كده، خليها باي ماينس اكس راح للزيرو. طيب انا عايز اوصل للشكل بتاع ايه، بتاع ان انا مثلا لو قلت لك تان اكس على اكس لما ليميت الاكس راح للصفر للزيرو، هتلاقي ان ده بواحد. عايز اروح اوصل للشكل ده. طيب نعمله بقى ازاي؟ التان اكس دي ممكن نروح اخليها على شكل كوتان، ماشي، او بلاش شكل الكوتان. انت بتقول باي، الباي مش بتغير، انت عارف ان انت لو رحت قلت باي اوفر 2، فالباي اوفر 2 بتغير تخلي لك الساين كوساين والتان كوتان وهكذا. انا مش عايز كده، انا عايزها تبقى باي مش باي اوفر 2. فلو حطيت هنا باي يبقى انا محتاج اقول ايه، هقول تان باي ماينس اكس عشان اخليها على الشكل ايه، اكن دي الباي ماينس اكس دي اكنها اسمها واي مثلا. فاهم القصد؟ يعني بص كده، هيبقى ده كده على باي ماينس اكس. طيب اول حاجه هقولها لك اكن دي واي، يعني اكن الشكل ده كده عباره عن واي مثلا، والحته دي عباره عن واي، فاكني بقول لك تان واي على واي. لما الواي ابروتش للزيرو، الواي هي ايه بتاعتي، الواي اللي هي الباي ماينس اكس. طيب ادي اول حته. تاني حاجه، انت لما عملتها كده خلي بالك ده مش تان، التان باي ماينس اكس مش بيطلع لك تان اكس. عايز تعملها اعملها فرق بين زاويتين، خلاص. او ممكن تعملها عادي بقاعده استك، ان انت هنا معاك اول تريك فانكشن ار بوزيتيف، هنا الساين في السكند كوادرنت بوزيتيف، هنا التان في الثيرد، هنا الكوزاين في الفورس. فهنا تان باي ماينس اكس انت كده في انهي، انت 180 ناقص الزاويه، يعني انت هنا. فانت في السكند بيطلع بالنيجاتيف تان، فهنا هنحط نيجاتيف بس عشان دي قيمتها هتطلع لك بنيجاتيف، فنيجاتيف مع نيجاتيف تروح. فخلاص كده بس، فهتلاقي ان دي راحت مع دي، يبقى لك نيجاتيف 1. خلاص، وده هو الحل اللي معاك. طيب نيجي للسؤال ده. هنا بيقول لك 2x راح للباي كوزاين x على 2x ماينس باي. لو رحت عوضت ب 2x بيساوي باي، فهتلاقي ان انت 0 اوفر 0. ليه؟ انت هنا اكني معاك 2x بباي، فاللي تحت 0 واللي فوق هي x، فاكن الاكس معاك بايه؟ بباي اوفر 2، او راح للباي اوفر 2. فكوزاين 90 برضه بزيرو، فدي اكنها شكل 0 اوفر 0. فهضطر ان انا العب في الشكل ده، اغير فيه عشان نحل السؤال ده. طيب فتعال نشوف هنعمل ايه. انا ممكن اروح اقول ان الاكس راحة للباي اوفر 2، فاقول ان اكس ماينس الباي اوفر 2، خليها بقى ماينس، ماشي، هي اهي راح الاول للباي اوفر 2، فبعد كده ماينس باي اوفر 2 تندس تو 0. فكده انت ممكن من هنا بقى تعمل ايه، هتاخد التو كومون فاكتور. فلو خدت التو كومون فاكتور يبقى معاك هنا اكس ماينس باي اوفر 2. بص، لما تاخد حاجه كومون فاكتور انت اكنك قسمت عليها، فانا هنا اكني قسمت على 2، فيبقى ماينس اهي الاكس نزلت، وهنا ماينس باي اوفر 2، ماشي. هستفاد من حركه تانية، هقول لك ان الكوزاين دي ممكن تكتبها كده، كوزاين اكس عباره عن ساين باي اوفر 2 ماينس اكس.
خلاص، لان الزاويه التسعين اللي قلت لك بتغير. وارجع بقى لفيديو التريج، او ارجع لاول حته في الفيديو اللي هي بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت ممكن تستخدم القانون بتاع الفرق بين زاويتين عادي، يبقى ساين كوزاين كوزاين ساين، فهتطلع بالكوزاين عادي خالص. ماشي. طيب فهنا الكوزاين اكس دي خليها كده، خليها ساين باي اوفر 2 ماينس اكس. فهتلاقي ان انت اكنك معاك حاجه جوه الزاويه على نفس الحاجه تحت، فده كله يطلع بواحد. لما ايه، لما اللي تحت ده هو يابروتش للزيرو، فمعاك واحد على ايه، وفي اتنين هنا ما تنساهاش، يبقى خلاص يبقى الاجابه هنا 1 اوفر 2. خلاص كده. طيب تعالى هنا، الفكره دي كويسه جدا ومختلفه شويه، يعني ده كده كده الرول اللي احنا عارفينه، بس في الرول كان بيقول لك الاكس بالراديان، لكن هنا انا طالب منك ان الاكس تكون بالديجري. فده معناه ايه؟ معناه ان الاكس كده كده اللي جوه الساين هي كده كده بالديجري. الفكره في الاكس دي مفروض تبقى بالراديان. تبقى بالراديان ليه؟ عشان يشتغل صح، لان انت معاك ان الرول ساين اكس على اكس. لما الاكس تكون بالراديان، فالاكس هنا لما تكون بالراديان جوه الساين مش فارقه، يعني جوه الساين مش تفرق معاك غير لو على الاله، لان كده كده الساين شغاله مع الاثنين عادي. تمام. ساين باي اوفر 2 الاله هتترجمها لك عادي ساين 90، مش فارقه خالص. لكن الفكره في الرقم اللي بره ده، انت هنا بيقول لك بزوايا. طب انا بتعامل مع الارقام اللي بره الساين والكوزاين بزوايا؟ لا، بتعامل معاهم ايه، بالباي اللي هي 22 على 7 او اللي هي 3.14، الارقام دي. فخلي بالك. طيب فدي عباره عن ايه كده، هي دلوقتي بالديجري، عايز اخليها بالراديان، يبقى اتخلص من الراديان او اتخلص من الديجري. تمام. عايز اخليها راديان. ماشي. يعني انا عايز احول من الديجري ده لراديان، يبقى اروح، انا عايز اتخلص من ديجري، يبقى اقسم على 180 واضرب في باي. بس انت طالما عملت الحاجه دي كده، خلاص تعملها بره وجوه. يعني ايه؟ يعني انت عملتها في المساله هنا، وانت لما قلت ليميت ان الاكس راح للزيرو، وبرضه طالما انت ضربت في باي على 180 عشان ما تغيرش في شكل السؤال، روح اضرب برضه هنا في باي على 180. خلي بالك. ماشي. بس فهنا هتلاقي ايه، هتلاقي ان كده اللي هي الزاويه اللي هي الاكس دي بقت ايه، هي كده كده بالدرجات، ودي اصبحت برضه معاك بالدرجات. فهتلاقي ده كله ده بواحد، واحد مضروب في باي على 180، فالاجابه هنا هتبقى في الاخر باي على 180. خلاص كده. بس يبقى هو ال1 ده مضروب في ايه، في الحته دي باي على 180، فالاجابه في الاخر باي على 180. خلي بالك من سؤال زي ده. فتعالى نشوف مثلا حاجه تانية على نفس الفكره. لو قلت لك معاك ليميت اكس ابروتش للزيرو، وبقول لك هنا ساين 5x اوفر 3x، ومعاك هنا ان الاكس راح ايه، برضو ان الاكس بالديجري. فزي ما قلت لك، هي ده مش هيفرق معاك اللي جوه الساين، الفرق في اللي بره. فهتعمل إيه عشان تحوله؟ اضرب في باي واقسم على 180، وبرضه هتيجي هنا اضرب في باي واقسم على 180. فهتلاقي ده راح مع ده كله بخمسة على التلاتة، يبقى 5/3 مضروبة في ايه، في باي على 180. ماشي كده. طيب فتعالى نشوف حاجة تانية. لو جيت بقى كلمتك على فكرة الانفرس، انك تجيب الليميت للانفرس، يعني ايه؟ لو قلت لك ليميت الاكس ابروتش للزيرو، ومعاك هنا ساين انفرس اكس على اكس، فللحظة الأولى هتحس إنك تايه أو مش عارف الرول دي، بس الشكل ده إحنا فاهمينه وعارفينه. ليه؟ هتروح تقول إن ساين نفس الحركة اللي بعملها في كل انفرس فانكشن، هتروح تقول إن الانفرس ساين اكس بيساوي واي، يبقى معاك إن الاكس بيساوي ساين واي. خلاص كده. تعالى بقى نغير في الشكل دي. يبقى أنت كده قلت إيه؟ الانفرس ساين اكس سميته واي، الاكس خليتها ساين واي. طيب بعد كده هتقول لي ليميت، هتقول لي هنا ليميت لما الاكس راح للزيرو. طب الاكس اللي هي ساين واي، الاكس دي لو راح للزيرو يعني ساين واي بزيرو. طب مش انت عارف ان ساين واي امتى بزيرو؟ لما الواي تكون بزيرو، يعني لما الواي تكون راح للزيرو هي. يبقى ليميت هنا الواي ابروتش للزيرو. تكتشف ان انت عندك القانون العادي اهو، بص اهو، تلاقي ان انت معاك القانون العادي خالص اللي احنا عارفينه بتاع الترج بس، فهتلاقي ان ده برضه بيساوي ايه، واحد. ماشي كده. مقلوب عادي مش مشكلة، هي بيساوي واحد، احنا قلنا الكلام ده. طيب ونفس الكلام بقى مع التان. لو انت رحت قلت ان انفرس تان واي على او اكس عادي على اكس، لما ليميت الاكس راح للزيرو، فده برضه هيطلع معاك بايه، بواحد. ماشي. طيب
اخر بقى حته هتكلم عليها او نقطه هتكلم عليها هي الليميتس، والحته دي برضو مهمه، خلي بالك هتساعدك جدا. هي الليميتس ات انفينيتي. الليميتس عند الانفينيتي ايه هي الفكره بقى بتاعتها؟ تعالى واحده واحده ندرس الموضوع هنا ماشي ازاي، لان دي حته مهمه جدا في الدوال عموما وفي الليميتس وفي كل حاجه. ماشي. الرسمه بتاعت y equal 1 over x، لو قلت لك او f of x عادي اهي، الفانكشن عادي خالص equal 1 over x. حاجه زي كده هي فكرتها عامله ازاي؟ فكرتها ان الرسمه جايه كده، المنظر ده كده، ومن هنا الناحيه التانيه جايه كده. خلاص. ولو فاكر من الرسمه دي احنا اتكلمنا عليها كتير، يعني تعالى كده نكتبها بالطريقه دي، هنقول ان y equal 1 over x. هنا لما الاكس تروح للزيرو ولما الاكس تروح للانفينيتي، ايه اللي بيحصل في الطريقتين دول او في الحاجتين دول؟ تعالى كده وتابع معايا. بص، الاكس اهي، يعني ده كده الاكس، لما الاكس تروح للانفينيتي بتلاقي ان انت نزلت جامد على الواي، يعني انت عند الاكس بانفينيتي في الاخر خالص هتلاقي ان دي كده نازله كده عند الواي، فهتلاقي هنا بتلاقي ان الواي راحت للزيرو. طيب لو قلت لك برضو ان الاكس رايحه للنيجاتيف انفينيتي، هتيجي من الناحيه التانيه هنا وتقول لي لما الاكس تروح للنيجاتيف انفينيتي هتلاقي ان ايه، مش هتلمس خالص الواي، فهتلاقي برضو ان الواي راح للزيرو. لما الاكس تروح للزيرو، يعني لما الاكس كده تقرب للزيرو هتلاقي ان الواي بص راح للانفينيتي وراحه للنيجاتيف انفينيتي، خلي بالك. يعني كده هنا في حته مهمه قوي، لما الاكس تروح للزيرو يعني لما ده اقول لك ان ده واحد على الصفر، هتقول لي ان ده بحاجتين بوزيتيف ونيجاتيف انفينيتي، وللامانه الحته دي كده غلط. خلاص، الحته دي كده مش موجوده اصلا. فانت هنا 1 اوفر 0 undefined. 1 اوفر 0 مش متعرف ليه؟ انت قلت ان انت بتجيب الليميت، والليميت اليمين الرايت ليميت المفروض يساوي الليفت ليميت عشان الليميت يكون موجود. فانا هنا بقول لك ان 1 اوفر 0 بقيمتين، الرايت بقيمه، الليفت بقيمه. يعني بص من ناحيه اليمين، يعني ده ركز بقى معايا في الحته عشان مهم، ادي الزيرو اهو، يمين الزيرو انت انفينيتي، شمال الزيرو انت نيجاتيف انفينيتي. يبقى في مشكله جدا في الرسمه دي، في مشكله كبيره. خلاص. طيب خليني اعملها لك بامثله سهله شويه. دلوقتي انت معاك الرسمه او الشكل 1 اوفر اكس، فانا هقول لك واحد على رقم كبير جدا، على مثلا على 10 او 10 باور 7. ف 10 باور 7 هنا هتلاقي ان الرقم بقى معاك ايه 0.00000 وهكذا، وفي الاخر ايه شويه زيروهات بعد كده واحد. لما تقسم على رقم كبير جدا، يعني لما اجي عند الاكس على رقم كبير جدا بلاقي الناتج يقرب جدا للصفر. هو ده القصد، لما الاكس تروح للانفينيتي الواي بيتقرب للزيرو. ما تحفظهاش يعني، فاهم؟ هي مجرد ايه، كتعويض او كمان رسم او كده. طيب لما تقسم على رقم صغير جدا، يعني بقول لك مثلا 10 باور نيجاتيف 7، رقم صغير جدا يكاد يكون صفر، يعني يكاد يكون صفر، اللي هو ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن 1 اوفر 0.00000 وهكذا 1. فانت هنا بتتكلم في رقم صغير جدا، فده هيديك ايه؟ ده هيديك ال 10 باور 7 ذات نفسها، اللي هو هيديك ايه، رقم كبير جدا. فهنا انا كنت بقول لك ايه، لما الاكس هنا تقرب للزيرو اهو، هتلاقي ان هو يقرب للانفينيتي او النيجاتيف انفينيتي، لان في حاجتين، انت معاك هنا حاجتين. طيب ازاي نكتبها صح؟ هقول لك ان 1 اوفر 0 من ناحيه اليمين يطلع معاك بانفينيتي، مظبوط. هقول لك ان 1 اوفر 0 من ناحيه الشمال يطلع معاك بانفينيتي بس بالنيجاتيف اهو. خلاص كده، فخلي بالك من الكلام ده. فتعالى بقى نشوف المواضيع دي كده بالراحه. اول حاجه، انت كده لو قلت لي ان ليميت الاكس ابروتش الانفينيتي لل 1 اوفر اكس، هل دي فيها مشكله؟ لا، ما فيهاش اي مشكله، ده هيطلع بزيرو. والرول دي هنستخدمها ان احنا نحل حاجات كتير جدا، هتساعدنا في حل حاجات كتير جدا. لما يكون اكس ابروتش الانفينيتي اقسم على اكبر اكس، اقسم على اكبر اكس، وهنشوف ده في الاسئله. ماشي. طيب برضو معاك لو انا قلت لك ليميت اكس ابروتش الانفينيتي، وبقول لك هنا 1 اوفر اكس باور بي مثلا، اي رقم او اي كونستانت بي، فهتقول لي برضو ان هي ايه بزيرو، بشرط لو البي كانت اكبر من الزيرو. واحده واحده وافهم معايا بقى الكلام ده كله. الكلام ده كله انا ممكن الخصه في 3 حاجات، بس خلينا الاول نقول شويه امثله. لو انا قلت لك انا معايا هاف
باور انفينيتي. فانت ممكن تطبق باستخدام الحاجتين دول. ماشي. ازاي؟ حد ممكن يقول لي دي على الشكل 1 اوفر 2 وهنا باور 1، فبرضه هيطلع بزيرو. خلاص. طيب بس الفكرة هنا مشكلة، ان انت برضه لو جيت رسمتها هو كده كده ده بزيرو فعلا، بس تعالى برضه نشوف من ناحية الرسمة. الفانكشن دي ديكينج يعني ايه؟ يعني دي عبارة عن 2 باور نيجاتيف انفينيتي. فهنا الرسمة دي بتاعتها هتبقى عاملة كده. خلاص، دي لو رسمة الاي باور اكس العادية. طيب بس دي الجروس. طب تعالى نرسم الديكي اهي تبقى كده. فهتلاقي اصلا عند النيجاتيف انفينيتي لو انا بتكلم في 2 عادي، يعني لو انا بتكلم في 2 عادي اللي هي اكنها على الشكل بتاع ايه باور اكس، يعني دي اكنها 2. الاكس بتاعتي بنيجاتيف انفينيتي، جميل اهو نيجاتيف انفينيتي. فدي معناها ان الرسمه دي لحد ما تروح للنيجاتيف انفينيتي بص اهو طلعت بكام؟ بصفر. يعني خلاص ناتج ده الواي بتاعته بزيرو بس. فهو ده القصد من الرولز دي. او كان ممكن تعملها على الشكل ده، تقول ان هي هاف عادي باور انفينيتي، فهاف باور انفينيتي برضه راح للزيرو عشان يبقى الكلام كله مربط ببعضه وسليم. يبقى انت لو هتعمل الاي دي باور نيجاتيف، يبقى خلي بالك طالما نيجاتيف باور يبقى هنا هتاخد الديكي، او احفظ الرولز دي عادي. ماشي. وانا هلخصهم لك دلوقتي. طيب تعال نشوف بس حته كمان. لو انا قلت لك هنا معاك 1 باور انفينيتي فهتلاقي عادي بزيرو. ماشي. يعني بس ده انت كشكل هي برضه هي غريبه شويه بالنسبه لك، او خلينا ما نقولهاش دلوقتي، خليها على جنب دلوقتي، خلينا لما نيجي نخش في الاسئله. لو قلت لك حاجه 2 باور انفينيتي دي هتلاقيها بانفينيتي، اكن التو بتتكرر مرات كتير جدا، يعني بص اكنها كده. هي المفروض دي تبقى ب1، او ممكن كمان تقول ان هي انفينيتي، فليها كلام كتير قوي انت متعرفهاش، فخلي حاجه زي كده على جنب دلوقتي. طيب لو 2 باور انفينيتي ادي 2 باور اكس، عند الانفينيتي ايه اللي بيحصل؟ انت فوق خالص، انت فوق على الاخر، انت في الانفينيتي اهو. تمام كده. طيب تعالى بقى نتكلم على على الملخص بتاع كل الكلام ده. انا بقول لك ليميت ال n ابروتش الانفينيتي لل a باور n. فهقسمها لك كده لكذا حاجة، هقسمها لك كده لكذا شكل كده او كذا حتة. هقول لك ان دي ممكن تساوي انفينيتي لو كانت لو كانت ال a اكبر من 1. فهتلاقي هنا ان انت لما بتقول مثلا 2 باور انفينيتي 3 باور انفينيتي كل الكلام ده بيطلع بانفينيتي. طيب ادي اول حتة. تاني حتة هقول لك ان هي ب1 لو ال a كانت بتساوي 1 عادي خالص. فانت هنا لو قلت 1 باور انفينيتي اكن الواحد ده اتضرب في نفسه مرات كتير جدا، فهنستبعد الزيرو ونستبعد انفينيتي، فهتخليها هتخليها واحد عادي خالص. ماشي. بعد كده اقول لك ان هي ممكن تبقى بزيرو وممكن تبقى مش موجوده وكده خلاص. طيب ممكن تبقى بزيرو امتى؟ تبقى بزيرو على الفكره بتاعت ان انت عندك ان ده بيحصل له ديكي، يعني دي اكنها بيحصل لها ديكي اهو زي ما احنا عملنا قبل كده. فهتلاقي دي عند الديكي لما تابروتش الانفينيتي هتلاقيها بزيرو. خلاص كده. طيب يبقى لما نقول ان ما بين ما بين الزيرو والوان. طيب بس كده يبقى انت اكبر من الواحد هنا اصغر من الواحد هنا بيساوي واحد وخلاص. ماشي. طيب مش موجودة امتى؟ لو الايه بقى اصغر من او بتساوي سالب واحد. طيب يعني ايه الحتة دي؟ الحتة دي اللي انا بقول لك هنا انت معاك نيجاتيف وباور انفينيتي، فانت بتحاول تشوف الموضوع ده واصل لفين. بس الفكرة ان انت لو هيأتها على شكل الاكسبوننشال، الاكسبوننشال ما فيهاش نيجاتيف، يعني انت هنا كله فوق، يعني فوق الاكس اكسس اهو. عشان كده هو قال لك ان دي مش موجوده. خلاص. بس فتعالى كده نعبر عن الكلام ده بكذا فكره. دلوقتي انا مجرد ان انا هقول لك تعالى الاول نبدا الموضوع. لو انا قلت لك ليميت، بس الامثله دي تبقى تقيله شويه فركز معايا. لو قلت لك ليميت اكس ابروتش 3 اكس سكوير بلس 9 على اكس ماينس 3. فخلي بالك الشكل ده مش الشكل اللي انت عارفه. الشكل ده فيه مشكله ان انت هنا ده مش اللي هي تتفك، دي مش هتتفك يا جماعه. اكس ماينس 3 اكس بلس 3 مش هينفع خالص، لا. الشكل ده يا جماعه مش اللي احنا فاهمينه. تمام كده. ليه؟ لان دي بلس حضرتك، فده مش موجود. طيب فهتعمل
هنا انت ممكن حد يفكر بكذا طريقه، ممكن حد يقول لي انت قلت لي اقسم على اكس، انا قلت لك اقسم على اكبر اكس او اقسم على الاكس لما تلاقي ان الاكس تابروتش الانفينيتي. يعني هي بتبقى على المنظر ده. لو انا قلت لك ليميت اكس ابروتش الانفينيتي، وبعد كده معاك هنا اهو، فليكن هنا a باور 0 اكس باور b بلس a 1 مثلا اكس باور b ماينس 1 وهكذا. ماشي. وهنا بعد كده خليها مثلا فليكن خليها فليكن b، هنا b باور 0 او b سبسكريبت 0 للاكس باور m مثلا بلس البي 1 للاكس باور m ماينس 1 وهكذا. فانت هنا هتقسم على اكبر ايه، على اكبر باور، الباور ده اللي هو اكبر حاجه. ماشي. خلي دي برضو اللي تحت ايه، فليكن خليها مثلا اكس، ماشي خليها اكس باور ام مش فارقه. فجرب معايا لو انت هنا قسمت على اكس مثلا باور بي وده كان اكبر باور، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ده كده راح. وبعد كده لما تقسم على اكس باور بي، عارف دي اكنها عامله ازاي؟ اكني بقول لك اكس على اكس باور رقم كبير، يعني مثلا على اكس باور 2 باور 3، مش رقم كبير قوي بس هو اكبر من اللي فوقيه. فاهم الفكره هنا؟ فدي لما تروح للانفينيتي، لما اقول لك ان ليميت هنا اكس ابروتش للانفينيتي، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي هنا ان دي على شكل 1 اوفر اكس، فدي على شكل الراشونال فانكشن. فبتلاقي ان ده اصلا بقى ايه، 1 اوفر اكس لما تعوض بانفينيتي تلاقيه بزيرو. فاصبحت معاك دي الرول الاولانيه اللي احنا اتكلمنا عليها. فهو ده كان القصد. القصد هنا انت ممكن تلاقي الشكل ده لو البي ده اكبر حاجه وانت قسمت عليه، فهتلاقي ان في الاخر اتبقى لك ايه، زيرو دي بلس شويه حاجات بس مقسومه على انفينيتي، فهتطلع بصفار كلها. وتحت هيبقى معاك ايه، برضو انت قسمت على اكبر باور، الباور ده اللي هو الباور بي اللي هو ده اكبر من الام، فهتلاقي برضو معاك البي زيرو دي مقسومه على شويه حاجات، زائد مقسومه ده برضو على شويه حاجات، فهتلاقي ان ده برضو ايه، طلع معاك بصفار مثلا. فعلى حسب بقى ايه الباورات دي. طيب، فتعالى شيل الكلام ده ونحل بقى ايه السؤال اللي فوق. طيب تعالى نحل السؤال ده. هنا انت ممكن تفكر في ايه، انا ممكن حد يقول لي انت ممكن تنقص 9 وتزود 9. هقول لك ماشي، تعالى نجرب اهو. يبقى اكس سكوير ماينس 9، وبعد كده انت زودت 9 وفي 9 يبقى زائد 18 على اكس ماينس 3. فممكن حد يقول لي بعد كده تعالى نقسم ده كده ونقسم ده كده. ماشي. طيب، فده عبارة عن ايه، عبارة عن اكس ماينس 3 اكس بلس 3. فهتلاقي ان واحدة من دي راحت مع دي، بالك في الاخر اكس بلس 3 اهو، بعد كده بلس 18 على اكس ماينس 3. فده هيتحل معاك عادي مفيش مشكلة، لكن ده مش هيتحل معاك ليه؟ تعالى بقى. لما تيجي ترسم دي، انت عارف ترسم دي، خلي بالك ده شيفت، ده شيفت بس معمول ناحية اليمين، عبارة عن خط كده عند التلاتة. مستحيل تلمس التلاتة، انت هنا وبص اهو، دي رسمتك بتاعت الراشونال. انت مستحيل تلمس التلاتة وانت بتقول لي عوض عن ده، مش موجودة يا باشا. حتى الليميت مش موجود، الليميت مش موجود ليه؟ انت عند التلاتة اهو، يمين التلاتة انت فوق، شمال التلاتة انت تحت، يعني من الرايت بقيمة ومن الليفت بقيمة تانية، يبقى انت الرايت اصلا مش بيساوي الليفت، يبقى الليميت doesn't exist. يعني الاجابة جايبها هنا غير محددة اصلا. يعني انت لو ضربت حتى دي على سوفت وير آلة قوي شوية، السوفت وير بتاع الآلة اللي هو ايه كويس شوية، هنعمل فيديو عن الآلة ما تقلقش وهنجرب الكلام ده، هتلاقي ان دي اصلا undetermined، او هتلاقي ان هي ايه، فليكن ممكن يجيبها لك انفينيتي اصلا، اكنك عامل ايه، 1/0. خلاص. بس فدي اصلا مش موجودة. طيب تعالى بعد كده، لو قلت لك ليميت اكس ابروتش للانفينيتي، ركز بقى في الاسئله دي اللي احنا بنتكلم عليها، اعلى باور وتقسم على اكبر اكس والحاجات دي اهي، اكس بلس 4 على اكس سكوير بلس 16. طيب هنا الخطه بتعمل ايه، دي اكس ابروتش للانفينيتي يبقى خليها على شكل 1 على اكس، 1 على اكس. طيب نعمل ايه، اقسم على اكبر باور اهو، بص هنقسم فوق وتحت على اكس سكوير اكبر باور. فدي هتبقى معاك كده، تبقى معاك هنا اهو اكس على اكس سكوير يبقى 1 اوفر اكس، بعد كده بلس 4 اوفر اكس سكوير، بعد كده هنا تحت يبقى 1 لما قسمت على اكس سكوير، وهنا بلس 16 على اكس سكوير. ادي اول خطوه. تاني خطوه عوض بالاكس راح للانفينيتي، هتلاقي ده صفر، هتلاقي ده صفر، هتلاقي ده صفر. خلاص. لان كده كده 1 على اكس لما اكس راح للايه، للانفينيتي، ليميت، دي الرول يا جماعه، بيساوي زيرو بس. فزيرو زيرو زيرو يبقى زيرو اوفر 1 يبقى زيرو. اللي بعده
بقول لك ليميت اكس ابروتش لنيجاتيف انفينيتي، ومعاك هنا ساين سيتا على سيتا. طيب دي نحلها ازاي؟ حد يقول لي احنا ممكن، هي دي اكس راح للانفينيتي، احنا ممكن نجرب نعوض. هتلاقي ساين نيجاتيف انفينيتي على ايه؟ على نيجاتيف انفينيتي. حد يقول انا ممكن احاول اوصلها للشكل القديم. الشكل القديم اللي هو ايه؟ اللي هو بيقول لك ان ليميت الاكس ابروتش للزيرو لساين اكس على اكس. طب ازاي اوصل للشكل القديم؟ خليها تي، وهتروح تقول ايه؟ هتروح تقول ان 1 اوفر نيجاتيف انفينيتي بيساوي زيرو. فهقول لك ان 1 اوفر اكس اسمه تي، فهتيجي هنا فهتخليها ايه؟ هتخليها ان تي كده بقت ابروتش للساين سيتا. او هنا المفروض ما تبقاش اكس، او انت لو انت قلت هنا اكس تبقى اكس واكس، او سيتا تبقى سيتا وسيتا وهكذا، فاهم؟ فانا دي بس اصلحها، خليها هنا اكس وهنا اكس، ماشي. طيب فانت قلت ال1 اوفر اكس هنسميه تي، يبقى تي راح للزيرو. طب هتشيل كل اكس وتخليها ايه؟ 1 اوفر تي، لان كده كده الاكس اهو من تحت، هتودي تي الناحيه التانيه يبقى 1 اوفر تي. حلو قوي، ماشي. فهتيجي بعد كده هنا هتقول ايه؟ هتقول ساين 1 اوفر تي اوفر 1 اوفر تي لما تي ابروتش للزيرو. فده معناه ايه؟ ده خلي بالك مش بواحد. ليه؟ لان انت هنا برضو لازالت ان التي للزيرو، وانت ما ينفعش تقول ان 1 اوفر تي راح للزيرو، خلي بالك، لا، لان انت لو قسمت على الزيرو ده هيطلع لك بقيمتين. خلاص. فملخص الكلام ده ان انت هتلاقي دي اكنها مضروبه في صفر، فدي اكنها زيرو اصلا، مش واحد يا جماعه، ها؟ لما تلاقي ان الاكس راح للنيجاتيف انفينيتي مش ب1. تمام. بس يعني برضو من ناحيه تانية الكلام ده هنركز عليه قوي في الحصه او السيشن بتاعت الديسكونتينيوتي والكونتينيوتي. هنركز على فكره الساين 1 اوفر تي والحاجات الفانكشن المعينه دي، ماشي كده. ممكن حد يعملها بطريقه تانية على فكره، ممكن حد يستخدم السكويز ثيرم. يقول لك ايه؟ يقول لك ان ساين سيتا او ساين اكس ما بين ال1 والنيجاتيف 1. حلو قوي. فلو انا رحت قسمت على سيتا او قسمت على اكس، ماشي، ما تشغلش بالك، اقسم على اي رمز، المهم الرمز اللي انت شغال عليه في الليميت. طيب هتقسم هنا على اكس، يبقى اصبحت ان انت تقسم هنا على اكس، يبقى اصبحت تقسم هنا على اكس. بقول لك ايه؟ بقول لك هي ليميت الاكس ابروتش للنيجاتيف انفينيتي. فهنا دي هتلاقيها على نيجاتيف انفينيتي، هتلاقي صفرت معاك، هتلاقي دي صفرت معاك. استخدم السندوتش سيرم او السكويز سيرم. قال لك ايه؟ قال لك لو انا محشور ما بين حاجتين، الحاجه اللي يميني نفس القيمه بتاعت الحاجه اللي شمالي، يبقى انا كمان معاهم. خلاص. يعني هنا ده رايح لصفر، وده كمان رايح لصفر، فهتلاقي اللي ما بينهم هو كمان رايح للزيرو، محشوره ما بينهم. الحته دي بتنفع قوي في التريك، الساين والكوزاين وهكذا والابسوليوت، ماشي. فعشان ما تشغلش بالك بالواحد على تي والكلام ده، دي فكره ودي فكره تانية اسهل لك يعني. طيب تعالى اللي بعده. بقول لك ليميت هنا خليها تي، شيل دي، ليميت تي ابروتش للانفينيتي، وبعد كده معاك كيوبيك روت لتي باور 3 ماينس 8 على 2 تي. خلي بالك سؤال زي كده يتحل في خطوه بالنظره بس. مش انا قلت لك انت بتاخد اكبر باور تبقى تقسم عليه؟ طيب انا بقول لك اكن هنا بقول لك ايه؟ بقول لك تي باور 3 وهتعمل لها كيوبيك روت او الايه السيرد روت يعني، فده يطلع معاك بتي. فهنا اكبر تي معاك فوق وتحت هي عباره عن ايه؟ اكبر تي معاك فوق وتحت هي تي، يعني هي التي باور 1. فانت لو قسمت على تي باور 1 ومن غير ما تقسم، حد يمكن يقول لي ايه؟ يقول لي انا فهمت الموضوع، انت تاخد الكوفيشنت اللي هنا على الكوفيشنت اللي هنا بس، اكنك بتروح تجيب الهوريزونتال اسمبتوت. الحته دي على الهوريزونتال اسمبتوت بالظبط. يعني بص كده، هتقسم على تي فوق وتحت، يبقى معاك هنا كيوبيك روت. لما تقسم على تي، لو انت بص ركز معايا، خلينا برضو اجهزها لك هنا. لو انا قلت لك ايه؟ لو انا قلت لك معاك كيوبيك روت لتي باور 3 ورحت قسمت على تي، الحته دي انت ممكن تكتبها ازاي؟ التي دي انت ممكن تدخلها جوه هنا، تبقى كيوبيك روت. بص بقى، تي باور 3 على تي باور 3 تحت مين؟ تحت الروت. طب ليه تحت الروت؟ لان دي تي باور 1، انت ممكن تدخلها تحت الروت تبقى كأنها تي باور 3
لروت 3، فهي بنفس التي. حتى الدليل ايه؟ الدليل مش ده هو ده هيطلع بواحد، يعني اكن ال 3 راحت مع ال 3 فيطلع بواحد. هنا برضو تي باور 3 مع تي باور 3 يطلع ب 1، الكيوبيك روت ال 3 يطلع برضو ب 1. فالحته دي مهمه جدا. طيب فهنا فهتقول ده معاك 1 ماينس 8 على تي باور 3، ماشي، وتحت هيبقى معاك 2 تي على تي خلاص. فاصبح معاك لما تقعد بالتي ابروتش الانفينيتي هتلاقي ده صفر معاك، يبقى الاجابه هنا تبقى روت ال1 اوفر 2، يبقى هاف بس كده. فحد كان ممكن يقول لي على طول خد الكوفيشنت اللي عند التي باور الثيرد روت على ال2 على طول. طيب تعالى اللي بعده. لو قلت لك هنا ليميت اكس ابروتش الانفينيتي ل 3 ماينس 1 اوفر اكس سكوير، فسؤال زي ده سهل جدا، هيطلع بكام؟ هتعوض بالاكس الانفينيتي على طول، فده يبقى بزيرو، فهتلاقي الاجابه 3. طيب تعالى اللي بعده. بقول لك ليميت اكس ابروتش الانفينيتي، معاك هنا بقى كذا حاجه، معاك هنا 3 اكس سكوير ماينس 5 اكس، وهنا 2 اكس باور 3 ماينس 6 اكس سكوير بلس 4 اكس ماينس 1. فالموضوع هنا مش صعب ولا اي حاجه. ممكن حد يقول لنا على طول تابعت الحركه، انا فهمت الحركه. حتى ايه، حتى ممكن حد يستخدم الحته دي. بص الحته اللي انا عملتها لك بيس وايز اهي بالظبط اهي، كانت على الشكل ايه؟ كانت على الشكل ده بالظبط. هي الفكره هنا في الباورات، انت امتى تقول انفينيتي، امتى تقول بواحد، وامتى تقول بزيرو. خلاص، فهنا هتفهم القصد هنا. او برضو لما قلت لك اعلى باور، نفس الحته بالظبط. هنا الفكره هنا ان دي لو حتى جيت تجيب لها هوريزونتال اسمبلوت هتلاقي ان هنا اكس سكوير على اكس باور 3 اعلى باورات، فهتقسم على اكس باور 3 هنا، وعلى اكس باور 3 هنا، وعلى اكس باور 3 هنا، وعلى اكس باور 3 هنا، وهكذا كل حته. كان حد ممكن يقول لي من الاول ان ده كله هيروح، ودي اعلى باور 2 على اعلى باور 3، فدي اكنها اكس واحد على اكس. ليه؟ ده على شكل اكس باور 2 على اكس باور 3. بس انا حابب اعملها لك بالطريقه العاديه واقول لك ان هنا دي ابروتش الانفينيتي، يعني ده بزيرو زيرو زيرو، ده بواحد. خلاص تمام، يعني ده كده يروح مع ايه؟ مع ده. طيب نيجي هنا، يبقى تحت معاك 2 ماشي. طيب وهنا ده بزيرو، اكس باور 2 على اكس باور 3 ده هتلاقيه بزيرو. ليه؟ لان ده على شكل الواحد على اكس. واحد على اكس لما الاكس تابروتش الانفينيتي، الرول يا جماعه، الرول من الرسمه من كل حاجه، هتلاقي ده بيساوي ايه؟ زيرو. خلاص بس. فهنا خلي بالك دي ما ينفعش تحت يبقى بيساوي صفر، عشان كده قلت لك ان تحت واحد او اكني في رقم، يعني رقم 2. ليه؟ لان دي لو على شكل 0 اوفر 0 الكلام اختلف، لكن دي على شكل 0 على مثلا 2 3 4 1 ايا كان، فهنا الاجابه صفر عادي خالص. طيب تعالى اللي بعده. لو قلت لك ليميت اكس ابروتش الانفينيتي، ومعاك هنا اكس ماينس 1، بعد كده اكس سكوير بلس 1 مقسومة على اكس سكوير، ومعاك هنا 5 اكس ماينس 1. سؤال يتحل بالنظر، مش هبقى محتاج اي حاجة. بص هتشوف اعلى باور، اكس سكوير في اكس هو ده اعلى باور، اللي هو ايه؟ اللي هو اكس باور 3 اهو. الاكس باور 3 ده هل جنبه حاجة؟ يعني هل الكوفيشنت هنا جنبه حاجة؟ واحد بس، اللي جنبه رقم واحد. طيب هنا دي لما تخش على دي هيبقى معاك 5 اكس باور 3 اعلى باور، ده اعلى باور فعلا. يبقى انت هنا لو قسمت على اكس باور 3 هتشيل كل ده، هيبقى معاك بصفار، او اكنك بتروح تجيب هوريزونتال اسمبلوت اللي هي الريشيو بتاعت الكوفيشنت، يعني اللي قصاد اعلى باور اللي جنبه واللي جنب اعلى باور. فالاجابه هنا 1 على 5 بسهوله شديده يعني. او عادي امشي عادي، اضرب كل دول في بعض، اقسم على اكس سكوير او اكس باور 3 اعلى باور، وهتلاقي بقى ايه؟ نفس الكلام اللي انا بقوله لك ده. ماشي. طيب تعالى للسؤال ده. ليميت اكس ابروتش الانفينيتي 2 اكس باور 3 ماينس 9 على ابسوليوت 3 اكس باور 3 بلس 7. فهنا الموضوع مش فارق خالص، يعني هو الموضوع هنا بسيط جدا. ايه هي؟ انت بتتكلم برضو في اعلى باور تاخد الريشيو بتاعت الكوفيشنت. طب حد يقول لي دي ابسوليوت، هقول لك ركز معايا. ابسوليوت الاكس هي عباره عن حاجتين، عباره عن اكس ونيجاتيف اكس. هنا لما الاكس اكبر من او بتساوي الزيرو، هنا لما الاكس اصغر من الزيرو. حلو.
لو انت عملت لها 3، التلاتة ده ممكن يخرج بره الابسوليوت عادي خالص. يعني بص، هفهمك ان برضو انت معاك 3 اكس، الكلام ده قلناه في فيديو الابسوليوت. التلاتة ممكن تخرج بره، يبقى هنا اكنها حاجتين مضروبين في بعض، يعني ابسوليوت 3 ابسوليوت اكس، فدي بقت ايه 3 ابسوليوت اكس. برضه هقول لك ان ابسوليوت اكس باور 3 احنا اتكلمنا عليها. ابسوليوت الاكس باور 3 هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن، تعملها كده برضو، عبارة عن اكس باور 3، والنيجاتيف لما يخش على الباور ذات نفسها تبقى زي ما هي نيجاتيف اكس باور 3، لان الباور ده فردي اهو اود. وهنا لما الاكس اكبر من او بتساوي الزيرو، وهنا لما الاكس اصغر من الزيرو، ما فرقتش في اي حاجه. فكل الكلام ده ما فرقش معاك في اي حاجه. المهم ان انت لما تخرج التلاته دي خرجها باور 3 ما تنساش، فدي هتبقى معاك ب 27 وفوق معاك باتنين، يبقى 2 على 27 هي الاجابه بتاعتك. خلاص كده. طيب تعالى اللي بعده، بقول لك ليميت اكس ابروتش الانفينيتي، ومعاك هنا سكوير روت اكس سكوير ماينس اكس بلس 1 ماينس سكوير روت اكس سكوير بلس اكس بلس 1. طيب فشكل زي ده هتعمل معاه ايه؟ هي الموضوع بيتلخص في كام حاجه كده هنلخصهم في اخر الفيديو، بس سؤال زي ده بيتحل بالكونجيجيت لان ده روت، فالروت ده هتحله بالكونجيجيت عادي خالص. فهنا هعمل ايه؟ هتضرب في حاجة وتقسم عليها، انت اكنك بتضرب في واحد، فهضرب في الروت زائد عشان ده كونجيجيت العكس، وهنا روت وبعد كده روت زائد روت. ايه اللي تحت الروتين دول او ايه اللي تحت الاربعة روت دول؟ اللي هي الحتة دي يعني، بس ايه بلس هنا وبلس هنا. طيب فهنا ده هيبقى فرق ما بين مربعين، يعني ده ديفرنس بتوين تو سكويرز، فهتلاقي ان هي برضو زي ما هي معاك ليميت اكس ابروتش الانفينيتي، وهنا بقى هيبقى معاك ايه اكس سكوير ماينس اكس بلس 1، بعد كده ماينس، هتدخل الماينس على البراكت ده كله، فيبقى معاك كده بص اهو، يبقى اكس سكوير ماينس اكس ماينس 1. وتحت ما تنساش معاك الحته دي بص اهي، معاك الروتين دول اللي هو الروت بتاع ايه بتاع اكس سكوير ماينس اكس بلس 1، وهنا ماينس سكوير روت او هنا بقى بلس عشان في هنا بلس اهي اكس سكوير بلس اكس بلس 1. فهتلاقي ده راح مع ده، وهتلاقي ده راح مع ده، وهتلاقي ده راح مع ده، يعني كله راح مع بعضه. خلاص كده ولا استنى، انت قلت لي هنا هي دي ماينس انت قلت لي هنا فرق بين مربعين وعملتها كده اكس سكوير ماينس اكس بلس 1 مظبوطة، بعد كده ماينس اكس سكوير ماينس اكس ماينس 1. فهنا خلي بالك هنا دي ماينس اكس وماينس اكس ماشي، يبقى نيجاتيف 2 اكس، يبقى ده اللي بقى من الايه من اللي فوق. اللي تحت، اللي تحت انت معاك الحتة دي. طيب انت اكنك هتعوض برضو بايه، اقسم على اكبر اكس خلاص وعوض بانفينيتي. فانا هنا هقسم على اكبر اكس، اكبر اكس فوق تحت باور 1، وتحت هتلاقيها باور ايه باور 2 تحت الروت اللي هي باور 1 برضو، فانا هقسم فوق وتحت على اكس، فدي هتلاقي معاك بايه بسالب 2 على، لما تقسم ده على اكس الاكس هتخش جوه، يبقى هنا اكس سكوير اكس سكوير اكس سكوير خلاص، وهنا يبقى معاك برضو اكس سكوير اكس سكوير اكس سكوير. فهتلاقي ده راح، هتلاقي ده راح اصفار كلها عشان انت بتعوض بانفينيتي، وهتلاقي ده راح وهتلاقي ده راح، اتبقى هنا ايه اتبقى هنا واحد اهو بص، ده على ده بواحد وده على ده بواحد، فبقى معاك روت 1 زائد روت ال1، يعني دي عبارة عن نيجاتيف 2 اوفر 1 بلس 1، يعني عبارة عن نيجاتيف 2 اوفر 2، فالإجابة هنا نيجاتيف 1. وبرضو عايز تتأكد من بعد حلك ده كله، هتروح تعوض هنا برقم كبير جدا، الانفينيتي دي اكنك بتعوض مثلا ب 10 باور 7 10 باور 8، عشان طبعا الانفينيتي مش موجودة على الآلة، او ممكن تعوض ب 9999 وهكذا في ايه في الحتة دي كلها، تطلع معاك رقم قريب جدا للسالب واحد. ماشي، مش هينفع يطلع معاك بسالب واحد بالظبط خلي بالك. تمام. طيب فبعد كده بقى خلاص نتكلم بقى على سمري للفيديو ده. احنا هنا اتكلمنا على حاجتين، معاك اول حتة جزء التريك خلاص، وتاني حتة اتكلمنا على فكرة الات انفينيتي، يعني الليميت عند الانفينيتي خلاص.
فهنا الاول احنا رجعنا على قانون التريج وقلت لك اهم حاجه معاك 3 قوانين. انت معاك ساين اكس على اكس. بعد ما رجعنا على قانون التريج قلنا ايه ال3 قوانين دول؟ ليميت اكس ابروتش للزيرو، ومعاك ليميت اكس برضه ابروتش للزيرو لتان اكس على اكس، ومعاك 1 ماينس كوزاين اكس على اكس. هيطلع بايه لما نقول ليميت؟ فبتلاقي حاجه زي كده معاك بواحد، ودي بواحد، بتلاقي دي بصفر، قلنا ده كله جه طبعا ماشي. بعد كده معاك هنا الافكار دي بقى اتكلمنا عليها. وبرضه انت ازاي تحل الليميت اصلا في البدايه؟ انت بتعوض، ولو طلع بايه بقيمه غير محدده بتستخدم الايه الافكار الجايه دي، ان انت تعمل مثلا بتستخدم الجبرا كده كده. فالجبرا زي ايه مثلا؟ اول فكره معاك انك تعمل فاكتورايزيشن. خلاص. طيب معاك فكره الكونجيجيت ماشي. معاك فكره الفرق بين مربعين والفرق بين مكعبين، لما اقول لك اكس سكوير ماينس واي سكوير، ولما اقول لك اكس باور 3 مثلا ماينس واي باور 3، او هنا بلس او ماينس عادي لكن هنا ماينس بس. معاك الفكره بتاعت السكويز ثيرم، الحاجه لما ايه لما تظبطها بين حاجتين، اهي سكويز ثيرم ماشي. معاك الفكره احنا اتكلمنا على الفاكتور كونجوجيت والرولز دي، معاك اللي هي بتاعت زالو، اللي هو القانون بتاع ايه؟ لو قلت لك اكس باور ان ماينس ايه باور ان على اكس باور ام ماينس ايه باور ام. خلاص لما هنا الاكس تابروتش للايه للزيرو، وهكذا. فالقوانين دي كلها بتساعدك. وبعد كده جينا تاني بقول لك لما تعوض بانفينيتي خلي بالك معاك الفكره بتاعت ان 1 اوفر اكس لما الاكس تابروتش الانفينيتي دي بتطلع بايه؟ دي بتطلع بزيرو. خلاص. وقلنا لما تقسم على رقم كبير ولما تقسم على رقم صغير. وخلي بالك لما يطلع معاك هنا مثلا اكس باور ام على اكس باور ان، فممكن يطلع معاك ان الام لو اكبر من الان وانت بتعوض ان الاكس مثلا ابروتش الانفينيتي، فبتشوف هنا الحته دي ممكن تطلع لك بكذا اجابه، ممكن تطلع لك بانفينيتي، ممكن تطلع لك بزيرو، ممكن تطلع لك ب1. وقلناهم كلهم ليه في البيس وايز فانكشن. لو انت معاك ان الاكس باور ام الام ده هو الاكبر انفينيتي، الان هو الاكبر بزيرو، الاتنين قد بعض بيطلع بواحد. طب خد السؤال ده بقى وانت ايه حله. بقول لك ساين اكس كلها باور ام على ساين اكس باور ان ماشي. يعني كفايه كده اعتقد. يعني فكر في الحته زي كده وشوف دي هتبقى حلها عامل ازاي ماشي. واكتب لنا في الكومنتات. وبس كده يا شباب، وسلام.